السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ نبدأ بالكلام، نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا مش عايزة اقول لكم محطة مصر بعد التجديد، بعد ما جددوها وغيروا شكلها خالص وبقت جديدة وجميلة. الناس ماشية في الشارع مش قادرة اقول لكم فرحانين ازاي. ويا رب يا رب كل بلدنا توصل بالشكل اللي احنا شايفينه ده واحسن كمان. آه نشكر طبعا جيشنا وحكومتنا ورئيسنا. بلدنا اتعمل يعني الحمد لله اللي بنشوف الشكل ده بعد الحياة اللي احنا شفناها. آه دي محطة مصر بجمالها، مش عايزة اقول لكم الناس ماشية فرحانة ازاي. ومحطة مصر حواليها الموقف بتاع العجمي وموقف بحري وموقف المنشية وموقف يعني أكترية الموقف هناك بتاع محافظة اسكندرية بتاع المناطق كلها. وفيها سوق الخضار جميل. محطة مصر جميلة، مش عايزة أقول لكم بصوا الشكل. أنا حسيت إن أنا بره، يعني في بلاد بره بجد بجد. التصوير ظالم الحقيقة خالص، المنظر جميلة وتسلم فعلا. يعني الإيد اللي نشأت الشكل ده كله وجملته بالشكل ده. نشكرهم من كبيرهم لأصغرهم. آه واحلى بلدنا. ويا رب يكون دايما مصر كده في عمار ليوم الدين. وطبعا مش عايزه اقول لكم بقى البلد يا رب يا رب نتمنى نشوفها يكملها للجمال للاخر. لو الجمال هيبقى بالشكل الروعه ده، يعني مش عايزه اقول لكم محطه مصر تحس ان هي مدينه تانية جميله جدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. انا حاولت اصور كده مقاطع صغيره واوريها لكم واتفرجوا عليها، ومش عايزه اصدعكم وشوفوها للاخر. بصوا والله الناس كانت ماشيه فرحانه قوي قوي. انا واحده من الناس كنت بصور، وانا شايفه ناس كتير كانت بتصور حواليا. كل الناس مبسوطه. والنهارده احتمال يكون هيفتتح المبنى اللي عملها في محطه مصر اللي هي تبع سوق الخضار والحاجات دي كلها. اتمنى ننبسط وعيالنا اللي طالعين يشوفوا مصر احلى واحلى واحلى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.